مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ مثل ما عم نشوف إنه اليوم كتر الحكي عن موضوع ترحيل السوريين من ألمانيا، وإنه السوريين غير مرغوب فيهم، وفي كتير طبعا جنسيات حطت على الخط لحتى تحكي بهذا الموضوع. بدي أوضح نقطة كتير مهمة، إنه الموضوع أبدا مو بهالسهولة. يعني مو اليوم طلع قرار نحن بدنا نرحل بيترحلوا. في محاميين، في قوانين، في منظمات، في كتير اشياء. طبعا كل العالم عندها حلول دائما بديلة. لأن لنقول وصلنا لهي المرحلة بعد مدة معينة. فلحتى نوصل لهي المرحلة بالأقل بدنا سنتين، سنتين ونص. معاكم سنتين ونص لحتى تغيروا إقاماتكم، لحتى تشتغلوا، تتعلموا لغة. يعني إسا في وقت، الموضوع مو بكرة الصبح. ولنقول انتم ما كنتوا عاملين هي الاشياء كلياتها، في بعد حلول كتير. في الزواج، في الشغل، في كتير حلول. فما تخافوا. اهم شي تنجزوا. اهم شيء انتو هلا يعني كان الفرصة مفتوحة، هلا صارت فرصة مفتوحة انما بس بحدود. فاهم شيء هلا انكم انتو تفكروا شو لازم تعملوا بهدول السنتين، يعني لل 2026 ماكسيمال. تتعلموا لغة، تتوظفوا. في عنا قرار كتير حلو لموضوع الجنسية، انه بامكانكم انتو تقدموا على الجنسية ببساطة. فمن هون ليتغير القانون بيكون انتو تجنستوا. ففي وقت قدامكم. وللناس يلي بيجيها رفض للحقيقة، في لليوم وبكرة وبعد بكرة محاميين بيقدروا يساعدوكم بألمانيا. وما بظن انه يعني انه هيك نحن بنوصل لمرحلة انه نحن بدنا نرحل الناس هيك من دون نقاش. لا، ما بتوصل لها. هي في قوانين وضوابط إنسانية مفروضة بالاتحاد الأوروبي. وبتمنى هيك التوفيق للكل. فما في داعي للخوف، انما اشتغل، لا تخاف، اشتغل. اشتغلي. اعملوا اوس بيلدونج، درسوا، تعلموا اللغة، اشتغلوا. هي كتير نقاط مهمة وبتساعد. وبالنتيجة ما بصير غير اللي كاتبه الله. يعني الإنسان لازم يكون عنده تسليم وإيمان بالقضاء والقدر. إذا الله كاتب لك إنك ما تكون عايش بألمانيا بعد 5 سنين، فيمكن هذا الأحسن لك. الله ما بيريد غير الخير لنا. بالتوفيق للكل، وبتمنى لكم تشتغلوا على حالكم. باي.